رجعنا لكم في لمة عشية توت سويت في فقرة يصير على الحي مع البنكاجي متاعنا باش ينصحنا نصيحة على كيفكم هالعشوية. توت سويت يصير على الحي. يصير على الحي. يصير على الحي. في فقرة يصير على الحي بيان سور باش نحكيو على موضوع دو نو جور. جاتنا برشا ميساجات قالوا لي بربي مدام ناجية احكي لنا عليه. تقول لي انت شنو الموضوع يا مدام ناجية؟ باش نقول لك راهو موضوعنا اليوم في فقرة يصير على الحي هو موضوع يخص خاصة الناس الله يرحمهم، الناس اللي توفاو وخلاو كما نقولوا نحنا خد فما برشا عباد في الدنيا هذية، فما واحد يلم الفلوس وفما شكون يشري وفما شكون يتعب، وفي الاخر بالكل اللطف عليكم يمشي ويخلي وراه كل شيء. ينجم يخلي وراه التركه هذه تنجم تكون فلوس، تنجم تكون دار، تنجم تكون كرهبه، اما في نفس الوقت تنجم تكون مالوغوزمون ديون ولا كريديات. كما قلت لكم اليوم باش نحكيو في يصير على الحي على الفلوس والديون هذيا بعد وفاة اي مواطن تونسي، كيفاش الورثة يتصرفوا، شكون اللي يورث وشكون اللي يخلص. بيان سور كما قلنا معنا أستاذ. مساء الخير يا أستاذ، شنو أحوالك؟ مع السلامة مدام. عايشك مرحبا بك في لمة عشية. شنو أحوالك يا أستاذ؟ الحمد لله. عايشك يبارك لك وربي يخليك اللي خذيت بخاطرنا ووافقت انه تعطينا النصائح نتاعك خاصه في الموضوع هذايا. استاذ توا كما قلت معناتها انا فما عباد يتوفيوا لكن يخليوا كما قلنا، فما شكون يخلي معناتها حاجات باهيه وفما شكون يخلي وراه للاسف كريديات. فريمون معناتها شنو يعملوا الورثه؟ هيت نحكيو باغ اكزومبل كي تبدا فما املاك ولا فلوس، هيت نبداو بالحاجه الباهيه. دونك نحن هو الناس كلنا مع باش تحل كونت في البنكه، وينجم معناها اي انسان عنده كونت في بنكه يحل يصب فيه فلوس، ولا يبدا عنده يخبي فيه فلوس، والا عنده شهريه ولا حاجه. وسبحان الله معناها نحن متعرضين كل معناها واحد وقت الوفاه يتوفى ويخلي فلوس في البنكه، كيما ينجم يخلي مبلغ صغير كيما ينجم يخلي مبلغ كبير. هنا كيفاش نتصرف وشكون عنده الحق في المبلغ هذاك باش ياخذ؟ شنو لازم يعمل الانسان هذاك باش ياخذ المبلغ؟ شنو يهز البنكه؟ فما برشا حاجات لازم يعملها خاطر باش ينجم يتحصل الورثات تتحصل على المبلغ هذاك. اول حاجه يلزمهم يكونوا يعرفوا البنكه نتاع المتوفي، معناها كانوا معناها سوسير لو عنده في الدار ديزيكستيت كونت، عنده جوابات تجي من برا ولا حاجه، ينجموا يعرفوا البنكه انهي معناها باش ينجموا يتصلوا ديريكت بالبنكه. يعني لازم يعرفوا اول نقطه بعد وفاه معناتها كي توفى الشخص لازم يعرفوا لي كوردوني لي ديتاي كلها فيما يخص الحساب البنكي نتاعو. فوالا يلزموا يعرفوا الحساب البنكي نتاعو في اين بنكه بكل شيء ينجموا يتصلوا بها ديريكت معناها من غير ما ينجموش يلوجوا حدا. شنو الوثائق اللازمه باش ينجموا يسحبوا الفلوس هذوما؟ هما توا نحن اول حاجه اي انسان ينجم يتقدم بالبنكه هذيك، اي للبنكه هذيك من الورثات نقول لك باش بمضمون وفاه. هنا نتقدموا بمضمون وفاه، هذه اول ورقه نعطيوها للبنكه باش نعلموا البنكه اللي السيد هذاك توفى باش الحساب يقف ما عادش تصير عليه عمليات. لازم اول حاجه نعملوها ان نعلموا البنكه مضمون وفاه من الاول، فقط بمضمون وفاه بركه نعلموا المضمون ما تعرف يطلع فيه شات وفاه نعلموها باش توقف الحساب، واللي ما عادش تعدى عليه الفري، ما عادش يتعدى عليه حتى شيء، ما عادش يصير حتى موفمون، ما عاد تصير حتى موفمون على خاطر مولا الحساب ما عادش موجود. نقولوا فرضنا خلى فيه فلوس. هو هما الورثات باش يعملوا حجه وفاه، حجه وفاه للمتوفي. الحجه نتاع الوفاه ما في المحكمه باش تتعمل له كل شيء. الحجه نتاع الوفاه مكتوب فيها الورثات الشرعيين. الورثات الشرعيين معناتها الاولاد مرته مكتوب في حجه الوفاه. هنا في الحاله هذه باش يتحصلوا على الفلوس هذيك شنو يلزمهم يهزوا للبنكه؟ يلزمهم يهزوا حجه وفاه، يلزمهم يهزوا
مضمون وفاه. مضمون وفاه. لازمهم يهزوا مضامين نتاع الورثه الكل. اي ديكستري نيسونس نتاع الورثه الكل. اوكي. والحد المضمون نسخ من البطاقه التعريف نتاع الورثه الكل. اي يهزوهم للبنكه. وي. وكان يحب يهز فريده. اش معناها فريده؟ اش معنى؟ يعني ينجم يمشي العادل الاشهاد يقسم له الفلوس، والا البنكه تقسمها وحدها عن طريق الشريعه الاسلاميه. وي. دونك هنا في الحاله هذه يقدم الورقات هذوما للبنكه نتاعو، يستنى مده معينه، جمعتين 3 جمعات اللي هو كل بنكه وكيفاش، ومن بعد البنكه بالفريده ولا بغير فريده باش تتكلم كيما زاد ينجموا واحد يعمل توكيل للناس الكل زاد. اي واحد بركه يتحرك يعني لكن بموجب توكيل. الكل يعملوا له توكيل، يعملوا له واحد بركه في واحد توكيل يقول راهو وكلنا فلان الفلاني معمول في البلديه مسجل في القباضه امور واضحه باش يتلهينا بالمنابات. هذه بالنسبه للدوكيمون اللي قال عليهم نعاودوا نقودوا معنا الخبير البنكي سي معز الاستاذ معز البيوضي فوالا هذه الكل استاذ في حاله وجود فلوس واملاك. هيت نقول نحكيو توا في حالة وجود الله غالب الله يرحمه ما خلى ديون وكريديات ترى. هنا كيما ينجم الانسان يبدا في الكونت عنده كونت، كيما ينجم يخلي فلوس، كيما ينجم يخلي كونت نتاعو فيه كريدي سواء يكون الكريدي هذاك كريدي شخصي ولا ينجم يكون كريدي شراء بتاع سياره ولا كريدي شراء بتاع ارض ولا دار ولا حاجه وتبدا فما رهنيه. نحن كل انسان في البنكه باش يجي يعمل كريدي، انا نحب ننصح العباد الكل توا اللي باش تحب تعمل كريدي وهما اوتوماتيك، معناها حاجه عاديه جدا انه يعمل اسيورونس تامين. مهما كان نوع الكريدي مهما كان نوع الكريدي اللي باش يعمله الشخص يلزم يعمل معاها اسيورونس. الاسيورونس سواء كان كريدي شخصي ولا كان كريدي سياره ولا ارض ودار ولا حاجه يلزم يعمل معاها اسيورونس. يعني الاسيورونس هذه فاش تتمثل؟ انا ديما انه انا ننصح برشا ناس توا ماداموا يسمعوا فينا العباد اللي مازالوا معناها ناويين باش يعملوا كريديات وحاجه انهم يقولوا الحقيقه. ايش معناها؟ معناها انا باش نعمل اسيورونس، هو الاسيورونس فيه برشا سؤالات. مريض ماكش مريض، قد طولك، قداش التاي، عندك الدم، عندك السكر، برشا سؤالات صحيه. اي استاذ راهو فما حتى باغ اكسبيريونس فما برشا بنوك تطلب واحد ان دوسي ميديكال للشخص راه فوالا يفوت مبلغ والبنوك تتعامل مع طب معينه يعني ان دوسي ميديكال صحيح. وما يمنعش انه الانسان يقول الحقيقه على هو ينجم كي ياخذ كريدي وما يقولش اللي هو عنده مرض ولا خاصه يبدا مرض مزمن ولا ما يقولش اللي هو عمل عمليه عنده 5 سنين، مثل ما سؤالات لازم يجاوب عليهم خاطر من بعد هنا باش تصير اشكاليه كان اللي هو ما يقولش الحقيقه. لو فرضنا كل شيء صحيح قال الحقيقه ما عنده حتى مشكل، خذ كريدي نتاع دار، هن الدار وسبحان الله ربي هز نتاعو. يعني شو يصير بعد الوفاه؟ يتوقف القرض هذايا اسكو يكمل معناتها؟ نحكي لك بعد الوفاه شنو الاوراق اللي يلزم يهزوهم الورثه للبنكه باش لاسيورونس تخلص القرض، مش الورثه هما اللي باش يخلصوا القرض. يعني الورثه ما همش مطالبين باش يكملوا يخلصوا، لكن على شرط انه يكون القرض اسيغي مؤمن من التامين. ويلزم فما ديكلوز، يلزم السيد اللي باش يدخل يامن على القرض نتاعو فما ديكلوز مكتوبين يلزم يقراهم كلوز بار كلوز. خاطر فما الوفاه زاد يا مدام ينجم يكون انسان خذا قرض ومشى معناها انتحر ما تدخلش هذه باش فما شروط يعني فوالا مشروط فما ديزاسيونس مشروطه بشروط ولا صار وباء كما نقولوا نحن الكورونا ناس في الكورونا توفت وتضرت خاطر في حاله وباء كيف هكا ولا في حاله زلزال ولا في حاله الرب اللطف عليهم الناس الكل يلزم يقرا ديما الانسان لي كلوز دي لاسيورونس. ينجم يزيد فلوس ويقول لهم عملوا لي اسيورونس قويه برشا حسيب هذا هو بيت. دونك في الحاله هذه نقولوا نحن انسان اموره واضحه كل متوفى وشنو يهزوا هنا الورثه للبنكه باش يهزوا مضمون وفاه. ايوه كيف باش يهزوا حجه وفاه وباش يهزوا كونستاتاسيون ميديكال. يعني ورقه تعطيها لهم البنكه. ايوه يمشيوا لاخر الطبيب باش يقول باش توفى.
معناتها معناتها لازم الرابور نتاع الطبيب نتاع سبب الوفاة. سبب الوفاة ويعطي الاسباب الطبيب بالطبيعه كانوا في السبيطار والا كانوا طبيب شخصي. الاخر الطبيب باشروا السيد هذايا باش يقول سبب الوفاه. كان الوفاه عاديه واحد وكل شيء. هنا الدوسي نتاع القرض يتعدى للاسيورونس، الاسيورونس تنظر فيه وكان القاتل كل شيء امور واضحه ومريقله تخلصوا هي الاسيورونس وتتنحى الرهنيه نتاع الدار والورثه هنا ما يخلصوا حتى شيء. فوالا سي سا. الوغ كما قال السيد الخبير البنكي سي معز بيوض، فما شروط معينه، هناك وثائق في حاله انه المتوفي سواء كان في لي دو كا، سواء خلى معناتها املاك ولا خلى فلوس ولا حاجه. عاودوا اسمعوا معناتها الشروط اللي لازم تتوفر في الورثة. وكذلك في الحالة الثانية للأسف إذا خلى قروض ولا خلى كريديات. شنو تنصح أستاذ السيد الخبير البنكي معز بيوض، شنو تنصح الناس اللي معناتها مازالوا حيين قال فهمت معناتها باش يتفادوا معناتها التعب هذه ويخليوا سيرتهم باهية هكا وما يعرفش على الدنيا معناتها. فوالا انا ننصح معناها الناس اللي مازال معناها ننصح الناس انه معناها يعلموا مثلا عائلتهم مرته ولا حاجه، يعلموا كان عنده دي كونت معناها في بنوك ولا يعلمهم ما يسالش ولا كان هو مخبي طرف فلوس على ميت على مرض ولا حاجه وخاطر ما تعرفش. ننصحهم باش يعلم العائله باش يقول لهم ايناه يبانكتوا ولا وين حالل ولا حاجه. هذه معناها النصيحه الاولى باش ما تقعدش العائله من بعد متسرده وتلوش فين وين حل الكونت ولا يبدا عنده فلوس وما تفيقش بيه وتاخذهم معناها تاخذهم الدوله من بعد كي يقعد عليهم يمر عليهم الزمان تاخذهم الدوله وكل شيء. دونك هذه حاجه نصيحه. وبالنسبه للعباد اللي باش تاخذ كريدي انا ننصحهم نقول لهم قولوا الحقيقه في الكونترا داسيورونس، جاوبوا على السؤالات معناها بحقيقه من غير ما تستوجوش وقتها انتم يلزمكم تاخذوا الكريدي بركه، لا لوجوا من بعد الورثه نتاعكم شنو اللي باش يصير وشنو اللي باش يتحمل. ما تقولش انا لا تناخذوا توا وغدوه ربي يعمل لي. قولوا الحقيقه باش من بعد لاسيورونس تتحمل مسؤوليتها كامله وتخلص الكريدي. هذا باش ننصح. فوالا هذيك علاش احنا موجودين هون باش ننصحوهم باش توصل لهم الحقيقه كامله من خلال الخبراء نتاعنا في عديد المجالات منها البنكي. انا نحب نشكرك مره اخرى سيد الخبير معز بيوض. ان شاء الله احنا لينا لقاءات اخرى كل اسبوع باش ننصحوا العباد ونعطيهم نودوهم بالنصيحه اللي تنجم تنفعهم وتنفع عائلتهم. ميرسي بوكو أستاذ. احنا مازلنا مواصلين باش نوعدكم بحاجة توتسويت في فيديو دو لا سومين مع شكون؟ مع محمد إجبالي. وقولوا لي شنو جديد تنقلكم توتسويت.